اشترك في القناة واعمل لايك عشان المحتوى ينتشر ويوصل لناس أكتر. تصدق إن في مدينة في اسكتلندا اتغيرت حياتها بالكامل بسبب البترول اللي موجود تحت البحر؟ المدينة دي اسمها أبردين. أبردين كانت في الأصل مدينة بحرية مشهورة بالصيد وبناء السفن والميناء، لكن في أواخر الستينيات حصل اكتشاف غير تاريخ المدينة بالكامل: بترول وغاز بحر الشمال. ومع بداية طفرة البترول في السبعينيات بدأت شركات البترول تكتشف إن أبردين عندها ميزة مهمة جدا. المدينة موجودة على الساحل الشرقي لاسكتلندا وقريبة من مناطق الإنتاج في بحر الشمال، يعني بدل ما الشركات تبقى بعيدة عن عمليات الأوفشور بقى عندها مدينة كاملة تقدر تنطلق منها لخدمة المنصات الموجودة في البحر. وهنا بدأت أبردين تتحول تدريجيا إلى مركز لصناعة البترول. شركات دريلينج بدأت تشتغل من هناك، وشركات أويل فيلد سيرفيسز، وشركات انجينيرينج، وشركات سبسي، وشركات مارين ولوجيستكس، وحتى شركات متخصصة في المعدات وقطع الغيار والصيانة. وميناء أبردين بقى نقطة مهمة جدا لسفن الأوفشور سبلاي فيسلز اللي بتنقل المعدات والأفراد والإمدادات من وإلى المنصات. والأهم إن مش كل شركات البترول الموجودة في أبردين بتنتج بترول. في شركات كتير عملها ببساطة إنها تخلي عملية استخراج البترول من تحت بحر الشمال ممكنة. مهندس محتاج يروح منصة، شركة سفن موجودة. معدات محتاجة تتنقل، لوجيستكس موجودة. معدة أوفشور محتاجة صيانة، شركة خدمات موجودة. وده خلق في أبردين تجمع ضخم جدا من الخبرات والشركات المرتبطة بصناعة الطاقة. ومع مرور السنين المدينة اكتسبت شهرة عالمية في مجال الأوفشور وبقت معروفة باسم Energy Capital of Europe. يعني لو سألت نفسك ليه كل شركات البترول دي موجودة في مدينة واحدة والبترول نفسه تحت البحر، الإجابة ببساطة: لأن أبردين قريبة من بحر الشمال، والميناء والخدمات والخبرات اللي اتجمعت فيها خلوها قاعدة مثالية لإدارة وتشغيل صناعة الأوفشور. البترول موجود تحت بحر الشمال، لكن جزء كبير من الصناعة اللي بتطلعه من البحر اتبنى حوالين أبردين. من فضلك اعمل لايك واشترك في القناة عشان المحتوى ينتشر ويوصل لناس أكتر.